في عام 2620 في الرباط ولات القطارات ماشي غير فوق الأرض، ولكن قطارات مغناطيسية طائرة كتمشي بسرعة الضوء تقريبا. واحد النهار كان واحد الحكيم مغربي كبير في العمر كيجري باش يلحق القطار الفضائي، غير طلع طاحت منه فردة الصباط الذكي ديالو. القطار بدا يتحرك بسرعة والناس اللي معاه قالوا خلاص ضاعت. فجأة الحكيم حيد الفردة الثانية ورماها من النافذة. الركاب تعجبوا قالوا علاش درتي هكا؟ دابا ضيعتي الزوج كامل. الحكيم ضحك وقال بهدوء إلا لقاها شي فقير تحت في الأرض غادي يلقى الزوج كامل ويقدر يلبسه. واحد الشاب قال بصح حتى انت خسرتي الصباط ديالك. جاوب الحكيم أنا ما غاديش نستافد من فردة وحدة، ولكن هو يقدر يستافد من جوج. القطار الذكي سجل القصة وفي الشاشة ديالو كتب حكمة رقمية: القيمة الحقيقية للأشياء هي في الفائدة اللي كتجي للآخرين. ومن ذاك النهار حتى الذكاء الاصطناعي ديال القطارات المغربية تعلم درس بسيط: العطاء أسرع من أي قطار.